ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلاثة فاستيقن واستعد واحذر. قال قلت ما هي؟ قال إذا تكفأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء. يعني إذا حصل والعياذ بالله عمل قوم لوط اكتفى الرجال بالرجال نسأل الله العافية، والنساء بالنساء بالمساحقة بينهن. نعم. ورغبت العرب في آنية العجم فعند ذلك ورغبت العرب في آنية العجم. إيش؟ آنية. لا. ورغبت العرب في آنية العجم. نعم. فعند ذلك قلت له العرب خاصة؟ قال لا، بل أهل القبلة. أهل القبلة المسلمون يعني اللي يصلون إلى القبلة. نعم. بل أهل القبلة. ثم قال والله ليقذفن رجال من السماء بحجارة يشدخون بها في طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط، وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل، وليخسفن بقوم كما خسف بقارون. نعم. وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على ما سبق وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة. المسخ يعني تحويل الصورة إلى صورة قردة وخنازير. نعم. وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربي. نعم، أصحاب الغناء أكثر من يمسخ قردة وخنازير. نعم. وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربي الخمر. نعم. وفي بعضها مطلق. نعم. قال سالم ابن أبي الجعد ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم فيطلبون إليه حاجة فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا، وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر. ما يتعظ، يحصل لصاحبه المسخ وهم رايحين للجريمة فلا يتعظ السالم، ما يتعظ بالمعاقب حتى يلحق به والعياذ بالله. نعم. وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. وقال عبد الرحمن تموت القلوب. نعم. وقال عبد الرحمن ابن غنم سيكون حيان متجاورين فيشق بينهما نهر. حيان يعني حيان من أحياء السكان يعني. نعم. فيشق بينهما نهر فيستقيان منه قبسهم واحد يقبس بعضهم من بعض متقاربين يعني. نعم. فيصبحان يوما من الأيام قد خسف بأحدهما والآخر حي. نعم. وقال عبد الرحمن بن غنم أيضا يوشك أن يقعد اثنان على رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر إليه. نعم. وقال مالك بن دينار بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا، لأنهم لا ينهونهم، يفزعون إلى العلماء ويجدونهم قد مسخوا لأنهم لم ينهوا ويبينوا للناس ويحذروهم.